تعالى اثبت لك ان الرجاله طيبين قوي يا خالو، بيرضوا بقليلهم وعلى الله حكايتهم الا مع اللي بيحبوهم. لما الراجل منكم بيطلب خاتم الماس لمراته بيدقق في كل تفصيله وكل صغيره وكبيره. هيبقى شكله حلو، المقاس مظبوط، الحجر كام قيراط، والكاليريتي بتاعه جيد ولا لا، وشهاده GRA معتمده ولا لا، وهيكسب فيما بعد ولا لا، وكل تفاصيل الخاتم الالماس الحريمي. يا صديقي، تعال بقى بيع له خاتم الماس رجالي قبل اي حاجة. بوبوش ابعت الخاتم. طب اعرف ان هو فيه مثلا 8.5 قراط من الامازونيت. مش مهم يا بوبوش. طب اعرف ان هو فيه 12 حجر الماس من الميلي دايموند. مش مهم يا بوبوش اي حاجة. طب اعرف ان سعره 8500 يا صديقي. مش مهم يا بوبوش طالما هيبقى شكله حلو عليا. حتى ما بيعرفش هو هيكسب ولا يخسر. طب تعرف انك هتبيعهولي فيما بعد ومش هتخسر فيه، وهتبيعهولي بتمنه او ازيد حسب الوقت. مش مهم يا بوبوش اي حاجة منك هتبقى حلوة. ما بيدققش في اي حاجة تخصه، لكن اي حاجة تخص اللي بيحبه بيكون دقيق جدا فيها. وقول لي دي ميزة ولا لا؟ انا شايفها ميزة في كوكب الرجال المحترمين. اشوفكوا دايما على خير.